السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ جمعة طيبة مباركة عليكم ان شاء الله كده. ما تنسوش الدعاء لفلسطين وما تنسوش الدعاء لعمرو يقوم بالسلامة كده ان شاء الله. موضوعين كده على السريع بعد فوز الاهلي على بتروجيت وفوز بيراميدز على حرس الحدود وتعادل الزمالك والمصري. طبعا الاهلي قدم ماتش حلو، والماتش ده اهم حاجة ايه؟ 3 نقط. مش شرط اداء، اهم حاجة ال3 نقط. احنا شفنا بتروجيت بيهدد لحد اخر دقيقة. آه، الدفاع الاهلي مش موجود. هو ده الدفاع الاهلي اللي يروح كاس عالم يقابل بورتو ولا بالميراس ولا انتر ميامي ميسي؟ وطبعا الدفاع الاهلي عايز يتظبط. وكمان بعد اصابه اشرف داري اللي هو الموسم بتاعه خلص، يعني اشرف داري يقعد له شهر. فطبعا وياسر ابراهيم، انت جاتش الكره دي وسيب بتاع صن داونز، سيب دي تخش. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، وكل التوفيق لبيراميدز، وكل التوفيق للزمالك. وطبعا بنشوف كمان نجوم في النادي الأهلي بتقعد مين وتلعب مين. فيه بقى قدام لعيبة تقيلة، وبعد ما انت لسه هتضم كمان حمدي فتحي ولسه هتضم تريزيجيه، هيبقى قدامك ان انت عايز تلعب على اجمل مرتده. معاك نجوم بتجيدها حلو زي تريزيجيه زي زيزو لو انضم، لان زيزو فيه بقى بعد التحقيق التالت وما راحش وتأمن وصورة، وده كله زعلان عشان صورة اشترت. ده بيبقى رئيس جمهورية ويشيل الصورة بتاعته ويقول لك أمل لي أمل لي إيه يا زيزو؟ ده أنت في مصر أي حد هيصور هيتحاسب وهيجيبوه. إيه أمل لي دي؟ مش عارف. تحس إنه راح مكان غير مصر يعني. فطبعا كل التوفيق للزمالك، كل التوفيق للنادي الاهلي في كاس العالم. كاس العالم كمان النادي الاهلي خلاص بيستعد كده وهيسافر من غير زيزو، لان ماتش الزمالك وبيراميدز اتحدد خلاص يوم 5، يوم 5/6 في الامارات. طبعا على ما يرجع بقى وممكن يسافر بقى مع فتح القيد هيبقى 6/6 تقريبا. وكمان الاهلي هيسافر يوم 4. فكل التوفيق للنادي الاهلي في كاس العالم، بس هو محتاج صفقتين كده في الدفاع. محتاج صفقتين في الدفاع والجبهه الشمال. احنا شفنا كوكا، مش هو علي معلول لسه مرجعش. الاهلي لو لازم يسافر بصفقه. هو بيفاوض الباك ليفت بتاع بتروجيت والباك ليفت بتاع غزل المحله. فلسه هنشوف هيضم مين. وكمان في محمد حمدي بتاع المعار من انبي للزمالك، هنشوف هيضموا مين كده. وخلاص ماركو روزا خلاص في الحاجات البسيطة اللي باقية، وممكن تشوف يوم الأحد قاعد في المدرجات. كل التوفيق للنادي الأهلي وكل التوفيق للعيبة كلها إن شاء الله. كمان فيه الزمالك بنشوفه كده بسيريو ده بيعك قدام المصري. المصري مش هو المصري بتاع علي ماهر مع أنيس بوجلبان، لكن ناصر منسي معزول عن الخط الهجوم. ناصر منسي قاعد بيحارب في وسط 3 4 لعيبة من المصري. جاب جون عالمي، والجون ممكن يعني ممكن لمسة يد، بس هي ايده ثابتة يعني. طبعا كل التوفيق للزمالك. وكمان بنشوف مصطفى شلبي المدرب ما بيتكلمش معاه. هو مصطفى شلبي حقه طالع على الخط، ما بيقطمش ليه وسط الملعب، ما يدخلش ليه ال 18 يمسك الكرة. هو ودونجا ما لهمش لازمة في الماتش، يعني تحس إن الزمالك كده بيلعب ناقص 2. دونجا يلف ويرجع ورا، وكل شوية يقع، وكل شوية مش عارف ايه يا دونجا. مالك؟ عايز تاخد اللقطة ولا عايز ما تلعب على الكورة؟ لا، عايز ضربة جزاء، عايز مش عارف طرد. دونجا لا دونجا ولا يعني الجزء الأمامي بتاع الزمالك عايز تغيير كله باستثناء ناصر منسي. بنشوف كمان ناصر ماهر بينزل. ناصر ماهر من يوم ماتش السوبر الأفريقي حد لعب بقى في دماغه، حاجة بقى مضايقاه، ما مش موجود، يعني تحس ان هو مش موجود. اقعدوا معاه، اللي عايز يمشي يمشي. وطلعوا لعيبه من الناشئين، وطلعوا لعيبه يعني مش ده الزمالك اللي نشوفه كده. وما هو باستثناء محمد شحاته، عواد مصدق، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، غير كده مفيش. حتى عبد الله السعيد مش هو عبد الله السعيد ده بتاع النهارده اللي شفناه في ماتش المصري ده، مش هو عبد الله السعيد ده. فمحتاج، والإدارة مش موجودة، يعني هو اللي شغال الكابتن عمرو الجنايني.
الإدارة مش موجودة، تحس إن فيه كده توهان في الزمالك. المدرب مش موجود. الإدارة الفاشلة مشت جروس عشان تجيب ده، مشت جوميز قبليه اللي كان بنفس اللعيبة وبيعمل كل حاجة بنفس اللعيبة، وقال لهم بيعوا زيزو والكلام اللي سمعناه ده كله. لكن انت فين يا عم حسين يا لبيب؟ ما تتدخل كده وتشوف الإدارة ماشي وسيريو ماشي المدرب. خلاص انت بعدت خالص عن عن منافسة الدوري، والماتش ده هيخلي القرار يطلع بخصم 3 نقط للنادي الاهلي على النادي الاهلي. عشان خلاص بقى انت بقت مركز ثالث، بينك وبين الاهلي كام نقطة. مش هتصعد افريقيا الا في تدخل في الاتحاد الافريقي، ان الموسم الجاي ده هيبقى فيه 3 من مصر يلعبوا في دوري ابطال افريقيا. في كلام في الاتحاد الافريقي 3 يلعبوا في الاتحاد دوري ابطال افريقيا من مصر. ممكن بقى نشوف ال3 اللي هم في الدوري ال3 الاوائل. فاستمر، عندك 5 مطوشة جايين، استعد لهم كويس. مطوشة صعبة، بس انت برضو الزمالك، يعني اسم الزمالك اسم الزمالك، مش هو ده الزمالك. فده موضوع. موضوع التاني بقى بنشوف المدربين وبنشوف اللعيبة، وتيجي تنقل بقى من ماتش، مثلا كان ماتش الأهلي وبتروجيت، وماتش برشلونة وانتر ميلان. تنقل من الماتش ده للماتش ده، تحس ان انت كنت في نور وطلعت في عتمة. ففين الناس دي؟ وبنصرف بقى مليارات وبنصرف، لكن ونروح نجيب لعيبة من الدور الأوروبي، نجيب لعيبة من أفريقيا، نجيب لعيبة من مش عارف منين، والمصاريف دي كلها بتصرف وايه في الهوا كده. يعني مدربين فاشلين، شفنا المدربين فاشلين مع اهلي وزمالك وكله. بنجيب لعيبه وتفشل وتاخد عقده وتمشي. فين الكلام ده؟ فين التدخل الشباب والرياضه من الكلام ده؟ مفيش. ليه ما نمنع الكلام ده؟ يعني انت لما تبص على ماتش زي المنتخب مصر اتغلب 4-1 من منتخب سيراليون، 4-1 هنا في القاهرة، البطولة الأفريقية للشباب اللي تحت 20 سنة اللي هتصعدك كأس عالم. بتتغلب 4-1. مفيش لعيبة، زي ما شفنا اللعيبة برضو في كأس الرابطة مع الأهلي ومع الزمالك، مفيش لاعب يطلع حتى تقول ده بعد سنة هيبقى لاعب. ليه بقى نعتمد احنا على اللعيبة الأفارقة اللي جاية من بره؟ تبص تلاقي الأهلي في المهاجم بتاعه جراديشار ووسام، الجبهة الشمال في الزمالك أحسن جبهة في مصر تلاقيها بنتاي، أحسن جبهة في مصر يمين تلاقيها الشيبي، أحسن مدافع جايبين داري وجايبين. طب وليه ما نمنع الكلام ده كله باستثناء اللاعب الفلسطيني أو العراقي؟ واللعيبة كلها دي تتمنع، ممنوع اللاعب بيجي من مصر، ممنوع مدرب برضه، رئيس لجنة حكام جايبينه من بره، اللي 120 مليون مش عارفين نطلع منهم رئيس لجنة حكام. نعتمد على اللعيبه اللي بره ونجيبها بالمليارات ونجيبها ونصرف لكن مصر، مصر مش صغيره، مصر 120 مليون. بنشوف بتصدر كل حاجه في الطب والتعليم والزراعه وكل حاجه الا الرياضه فاشلين فيها. باستثناء محمد صلاح، يعني محمد صلاح كده طلع وكرم ربنا ان ممدوح عباس ما تعاقدش معاه. يعني هو طلع كده بنشوفه في وسط 70 و80 ألف في المدرج، بيرفع علم مصر واللعيبة بتغني له، المدربين الجماهير بتغني له، سيلفي. نعمل احنا كده ليه؟ نروح نجيب لاعب من بره بالشيء الفلاني. طيب ما تعتمد على القليم ودور كده في كل أهلي وزمالك، في كل محافظة، في كل محافظة اعمل فرع كده. الفرع ده هيطلع لك لعيبه. الارياف فيها لعيبه معدومه، والله معدومه، بتروح اهلهم يصرف عليهم بالالوفات وما بيقدرش يكملوا معاهم فبيسيبوهم، وفي اللي ما بيقدرش يصرف خالص فبيسيبوا. انت لا، انت اعمل مثلا مطوشه وديه، اعمل فروع في المحافظات، هتنقي مواهب وهتجيب زي صلاح وتجيب زي مرموش وتجيب. لا احنا اللاعب، حتى اللاعب اللي يحترف بره نغيبه، نسيبه 6 شهور سنة ونروح نجيبه. يعني الأهلي بيفاوض عم منعم، جاب تريزيجيه، جاب حمدي فتحي، وبيفاوض في مصطفى محمد. إيه، ليه ما تسيبه نمشي؟ يعني تريزيجيه ده كان بيلعب في استون فيلا، كان احسن من مرموش، احسن من مرموش اللي بيلعب في مانشستر سيتي.
يعني تريزيجيه احسن من مرموش اللي بيلعب في مانشستر سيتي. لا احنا هنروح نجيبه. بنفاوض في مصطفى محمد. طب ما نسيب اللعيبه دي تمشي كده زي المغرب وزي العراق وزي المغرب وزي تونس وزي نيجيريا والكاميرون وكوتوفوار ونسيب اللعيبه دي تحترف كده وما حدش يرجع. اللي يحترف ما يرجعش. لا احنا اللي يحترف نروح نجيبه، اللي مش عارف ايه نروح نجيبه. سيبوهم يمشوا. طبعا لازم امنع ممنوع حد اجانب يدخل في الكره المصريه. ممنوع اجانب تدخل في الكره المصريه. وتطبق القوانين على الصغير والكبير وكل واحد ياخد حقه بس. لكن احنا بنشوف فوضى في الكره المصريه، فوضى في الكره المصريه في كل حاجه. بيبقى مدرب فاشل ولاعب فاشل ويجي ياخد عقده كامل ويمشي، وان ما خدش عقده كامل بيروح يشتكك في الاتحاد الدولي، يوقف القيد، يوقف مش عارف ايه. ليه احنا ليه ما نتدخلش ونمنع الكلام ده كله؟ ده كان موضوع كنت حابب اتكلم فيه. شكرا والسلام عليكم.